الحكاية بتبدأ في مكان غريب وهادي حوالين خزان مية هيدان وسط منطقة مليانة أشجار وما فيهاش أي حد. في الوقت ده يوري كانت ماشية لوحدها وسط الغابة، لكن هي مش هناك بالصدفة، لأن يوري عندها قدرة غريبة جدا. هي بتقدر تشوف الموت، مش مجرد إحساس بوجودهم ولا أحلام ولا تخيلات، هي فعلا بتشوف أرواحهم وبتقدر تتكلم معاهم. وفجأة بتلاقي جثة راجل مرمية في المنطقة. يوري بتقرب منها، لكن بدل ما تتصرف زي أي شخص طبيعي بيكون أول ردة فعل عندها إنها تتصل بالشرطة. تبدأ تتعامل مع الموقف كأنها شافت حاجة متعودة عليها. في اللحظة دي يظهر شبح الراجل اللي مات. يوري بتبدأ تتكلم معاه وتحاول تعرف إيه اللي حصل له، لكن قبل ما تفهم منه كل حاجة الشبح بيختفي. في نفس الوقت تقريبا كان في شخص تاني وصل لنفس المكان، والشخص ده كان ووك. ووك مدعي عام بيحقق في قضية شخص مفقود، ووصل للمنطقة بعد ما وصلوا بلاغ عن نشاط مشبوه. لكن أول ما بيشوف يوري واقفة جنب الجثة بيشك فيها فورا. هي كمان أول ما تشوفه بتفتكره واحد من اللي قتلوا الراجل ده. وفجأة الاتنين بيدخلوا في خناقة، كل واحد فيهم فاكر إن التاني مجرم. ووك بيحاول يمسكها، يوري بتحاول تهرب منه، والخناقة بتتحول لموقف كوميدي وسط الغابة. لكن قبل ما الموضوع يكبر الشرطة بتوصل وبتكتشف إن يوري هي اللي بلغت عن الجثة. وهنا ووك بيستغرب أكتر، لأنه مش فاهم إزاي واحدة وصلت للمكان ده وعرفت إن فيه جثة، خصوصا إن المكان بعيد ومستخبي. الشرطة بتشكر يوري على البلاغ، لكنها بتمشي بسرعة قبل ما هوك يقدر يسألها أسئلة كتير. ووك بيفضل واقف مكانه وبيبص ليها وهي بتبعد، ومن اللحظة دي بيبدأ يشك فيها، لأن في حاجة مش منطقية. إزاي عرفت مكان الجثة، ومين اللي بلغها، وليه أصلا كانت موجودة هناك لوحدها؟ لكن اللي هوك ما يعرفوش إن يوري ما كانتش بتدور على الجثة أصلا، هي كانت بتتبع روح الراجل اللي مات. وبالنسبة لها وجود الجثة كان مجرد جزء من حياتها اللي محدش يعرف عنها حاجة. بعدها الأحداث بترجع لورا حوالي 6 سنين. وقتها كانت يوري لسه في الجامعة، كانت مرتبطة بشخص اسمه جيوو. جيوو كان بيحبها جدا وكان عارف إن عندها مشكلة غريبة. يوري كانت وقتها لسه بتحاول تتعامل مع قدرتها على رؤية الأشباح، وكانت بتخاف إن الشخص اللي بتحبه يكتشف الحقيقة ويهرب منها. لكن جيوو كان مختلف، قال لها إن مهما حصل مش هيسيبها، ووعدها إنه هيفضل جنبها حتى لو كانت بتشوف حاجات هو بنفسه مش قادر يشوفها. الكلام ده طمن يوري، ولما تقدم لها رسميا وافق. لكن يوم الخطوبة نفسه بيحصل شيء بيقلب حياتها. جيوو كان رايح يجيب خاتم الخطوبة من عربيته، لكن وهو في الأسانسير بيبدأ يحصل له شيء غريب. بيحس إنه محاصر، وفجأة بيبدأ يتخيل إنه بيغرق، يحاول يخرج، يصرخ وبيفقد السيطرة على نفسه. يوري بتسمع صوته وبتجري عليه، بتحاول تساعده، لكن جيوو اللي كان قبل كده بيقول لها إنه مش هيسيبها مهما حصل بيبص لها بخوف شديد، لأنه بدأ يشوف حاجات مرعبة. وبدل ما يقرب منها بيطلب منها تبعد عنه، بيقول لها إنه مش قادر وإنه خايف وإنه مش عايز يكمل. وفي اللحظة دي الخطوبة بتنتهي. بالنسبة ليوري الموقف كان صدمة، لأن أكتر شخص وثقت فيه الشخص اللي وعدها إنه مش هيسيبها أول ما شاف جزء من العالم اللي هي عايشة فيه هرب. ومن هنا يوري تبطل تحاول تتخلص من قدرتها، وبتبدأ تتعايش معاها، بتتعامل مع الأشباح كجزء من حياتها، وبتلبس الجوانتي طوال الوقت، لأن عندها قاعدة مهمة جدا إنها لازم تتجنب لمس الناس بجلدها مباشرة. لكن في الوقت الحالي يوري بقت واحدة من أهم أفراد عيلة كبيرة، هي وريثة مجموعة فنادق رينا وبتدير الفندق الرئيسي للعيلة. لكن رغم إنها عايشة في عالم مليان فلوس ونفوذ، حياتها الشخصية مش مستقرة خالص، لأن عيلتها نفسها مليانة مشاكل، خصوصا بنت خالها هاري مرتبطة بسونج جاي، لاعب جولف مشهور وابن راجل سياسي صاحب نفوذ كبير. المشكلة إن سونج جاي كان مهتم بقتل حبيبته السابقة يون جو، وكان ووك هو المدعي العام اللي حاول يثبت التهمة عليه. لكن القضية انهارت لأن مفيش جثة ومفيش سلاح جريمة ومفيش دليل مادي كافي. سونج جاي بيخرج براء، لكن ووك مش مقتنع، هو متأكد إن الراجل ده قتل يون جو. وبعد ما يخرج سونج جاي بيبدأ يتصرف كأنه بطل، بيطلع للإعلام وبيتكلم عن براءته، وبيتصرف كأن كل الاتهامات كانت مجرد محاولة لتدمير مستقبله. لكن ووك بيغلي من جواه لأنه شايف إن شخص قاتل خرج من المحكمة بس لأن الأدلة ناقصة، وبيقرر إنه مش هيسيب القضية حتى لو اضطر إنه يبدأ من الصفر. وفي الوقت نفسه عيلة يوري بتناقش موضوع جواز هاري من سونج جاي. هاري كانت موافقة جدتها على الجواز، وعيلتها شايفة إن الجواز ده ممتاز من الناحية السياسية والتجارية. لكن لما يسأل يوري عن رأيها بتقول الحقيقة بدون مجاملة، بتقول إن الجواز ممكن يكون مفيد للعيلة، لكن سونج جاي نفسه مش شخص مناسب، وبتتهمه إنه بيعتمد على فلوس ونفوذ أبوه. كمان بتقول إنه مش مخلص لهاري، وده طبعا يخلي الجو داخل العيلة يتوتر جدا. لكن الجدة عندها قرار تاني، قرر إنها عايزة تهد مبنى اسمه سينا هول وتحوله لمعرض فني. يوري بترفض
بترفض فورا لأن المكان ده له قيمة عاطفية كبيرة بالنسبة لها، هو كان هدية من والدها لوالدتها، ويوري مش مستعدة تشوفه بيتهد عشان مشروع جديد. الجدة بتحاول تقنعها إن المكان بيخسر فلوس وإنه عبء على الفندق، لكن يوري بتصمم على موقف. في النهاية بدل ما تروح عشاء للعيلة بترجع لوحدها، بتاكل أكل جاهز وبتقضي وقتها بعيد عن الناس. وده بيكشف لنا حاجة مهمة جدا عنها، رغم إنها وريثة فندق كبير وحواليها ناس طول الوقت، هي في الحقيقة عايشة لوحدها لأن قدرتها خلتها تخاف إنها تقرب من أي حد. وفي الناحية التانية ووك بيخرج مع زمايله يتعشوا، وأثناء العشاء بتظهر أخبار سونج جي على التلفزيون. الخبر بيتكلم عنه باعتباره شخص بريء رجع لحياته الطبيعية، فووك بيتعصب جدا لأنه شايف إن الناس بتتعامل معاه كأنه ضحية، وهو مقتنع تماما إن هو اللي قتل. بعدها ووك بيروح لمحل صغير عشان يشتري حاجة، وهنا بيلاحظ شخصين بيتصرفوا بشكل غريب. واحد منهم لابس بدلة لكن شكلها متسخ بطريقة تلفت النظر، وفي نفس الوقت يوري كانت موجودة قريب من المكان، لكن هي مش لوحدها، في شبح موجود معاها، والشبح بيحاول يوصل لها معلومة عن أشخاص ارتكبوا جريمة. وفجأة العربية اللي فيها الراجلين بتصطدم بعربية يوري، وفي نفس اللحظة تقريبا بنت صغيرة كانت هتتعرض للدهس. ووك بيتدخل بسرعة وبينقذها، وبعدها يلاحظ إن الراجلين بيحاولوا يهربوا، فيجري ناحية عربية يوري، يفتح الباب ويركب جنبها ويقول لها دوسي بسرعة. يوري بتبصله باستغراب وبتسأله هو مين أصلا وليه ركب عربيته، لكن ووك بيوريها هويته وبيقول لها إن الأشخاص دول خطرين ولازم يلحقوهم. يوري بترفض لكن ووك بيفضل يضغط عليها، وفي النهاية بتبدأ تطارد العربية. والغريب إن يوري وهي سايقة بتاخد توجيهات من الشبح اللي معاها، يمين شمال تمشي تقف. ووك بيبص لها باستغراب لأنه مش فاهم هي عرفت المكان إزاي، ويوري طبعا مش قادرة تقول له الحقيقة. بعد المطاردة بيوصلوا لمكان بعيد، ووك بينزل من العربية ويقول ليوري تفضل جوه وتقفل الأبواب، وهو بيواجه الراجلين لوحده. بيحصل اشتباك والراجلين بيحاولوا يهاجموه. يوري بتشوف إنه في خطر فبتنزل من العربية رغم تحذيره وبتدخل تساعده، وبعد ما يقدروا يسيطروا عليهم الشرطة بتوصل، وهنا بيكتشفوا الحقيقة. الراجلين كانوا بينقلوا جثة، والراجل اللي مات هو نفس الراجل اللي شبحه كان بيحاول يوصل ليوري، لكن يوري كانت بتساعد الروح من غير ما ووك يعرف. بعد ما الشرطة بتقبض عليهم ووك بيبدأ يسأل يوري عن اسمها. هي في البداية ما كانتش عايزة تقول، لكن في النهاية يتعرفوا على بعض وكل واحد فيهم بيمشي. بالنسبة لووك الموضوع مش انتهى، هو بدأ يربط الأحداث ببعض. يوري ظهرت في مكان الجثة وعرفت مكان المجرمين، وكانت بتتصرف كأنها عارفة الطريق، وفي كل مرة يسألها تتهرب، وده يخليه يشك فيها أكتر. وفي نفس الليلة يوري بترجع للبيت، تقعد لوحدها تشرب وبتتكلم مع الأشباح اللي حواليها. أما ووك رغم إنه بيحاول يركز في القضية بيبدأ يفتكر يوري، كل ما يغمض عينه يفتكر شكلها وطريقتها الغريبة وطريقة قيادتها للعربية، وطبعا هو مش فاهم ليه هي بالذات علقت في دماغه. تاني يوم ووك يرجع لقضية جثة خزان هدام، وزميله بيعرض عليه تسجيلات كاميرات المراقبة. في التسجيل يظهر الشخص اللي عمل البلاغ عن الجثة، كان بيتصل من تليفون عام لكن وشه ما كانش واضح. ووك بيبدأ يدقق في التفاصيل ولاحظ حاجة صغيرة جدا، الحذاء اللي كان الشخص لابسه كان غالي ونادر. ووك بيبدأ يبحث عن الحذاء ده وبيكتشف ان عدد قليل جدا من الناس في البلد عندهم نفس الموديل، ومن بينهم يوري. وهنا الشك عنده بيتحول ليقين تقريبا. يقرر يروح فندق رينا، لكن لما يوصل الموظفين بيرفضوا يدخلوه. هو بيحاول يعرف مكان يوري لكن محدش عايز يساعده، واثناء خروجه بيشوفها نفس البنت اللي قابلها عند الجثة ونفس البنت اللي كانت معاه في مطاردة المجرمين، فبيبدأ يجري وراها. يوري اول ما تشوفه تعرف انه لسه بيدور وراها، فبتهرب بتدخل منطقة الموظفين. ووك بيدخل وراها لكن فجأة بيلاقي مجموعة موظفين جايين، فبيحاول يستخبى بسرعة وبيلقى نفسه مضطر يدخل جوه دولاب صغير وبيفضل مستخبي هناك، بينما الموظفين بيتكلموا. والغريب انهم بدأوا يتكلموا عن يوري، بيقولوا انها متكبرة وانها باردة وانها مش بتعامل الموظفين كويس. لكن ووك هو سامع الكلام بيبدأ يلاحظ ان الصورة اللي الناس شايفاها عنها ممكن تكون غلط، خصوصا انه شافها بنفسه وهي بتساعد بنت صغيرة وبتحاول تنقذ شخص من المجرمين. بعد شوية يوري بتخرج من غرفة الموظفين وبتروح مكتبها، ووك بيخرج من المكان اللي مستخبي فيه وبيفضل وراها لحد ما يوصل لمكتبها. ويوري بتلتفت له وبتسأله هو عايز منها ايه. ووك بيبدأ يواجهها وبيسألها ازاي عرفت مكان الجثة وليه كانت موجودة في كل الأماكن دي. يوري بتحاول تتجاهله وبتبعد عنه، لكن فجأة رجلها بتتعثر وكانت هتقع. ووك بيتحرك بشكل تلقائي يمد ايده ويمسكها، لكن في مشكلة كبيرة جدا، ايد يوري كانت من غير الجوانتي وايده ممكن تمسك جلد ايدها مباشرة. فيوري بتتجمد ووك مش فاهم سبب صدمتها، لكن بالنسبة ليوري اللي حصل ده ممكن يغير حياته بالكامل، لأن هي عارفة إن لمس جلدها مباشرة مش حاجة عادية. بعد اللحظة دي الحلقة بتنتهي ووك لسه مش فاهم هو عمل إيه. أما يوري فبتبص له وهي مرعوبة، لأنها عارفة إن الراجل اللي قضى الحلقة كلها بيحقق وراها ممكن يكون دلوقتي داخل عالم الأشباح اللي هي عايشة فيه من سنين. والسؤال اللي الحلقة بتسيبه مفتوح، هل ووك هيبدأ يشوف الموتى فعلا؟ ولو شافهم هيتعامل مع يوري كأنها مجنونة، ولا هيكتشف أخيرا إن كل كلمة قالتها كانت حقيقة؟ وهنا بالظبط تبدأ
تبدأ العلاقة الحقيقية بينهم.